احنا كزمالك بدانا الماتش باحلى سيناريو ممكن، هدف في اول دقيقتين، ضربه جزاء غيرت لك مجرى اللقاء نهائي. خلاص الفريق قدامك هيطلع قدام يا معلم. انت الدفاع المبالغ فيه ده غلط. انت لو لبست جون واحد بس، انت لو كسبت 2-1 هتطلع. لو لعيبه الزمالك مش واخده بالها، انت لو كسبت 2-1 هتطلع. الارتباك الدفاعي اللي بيحصل من الاخطاء الدفاعيه اللي بتحصل من محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، جون واحد بس كفيل يطلعك من البطوله. مش هتعرف تجيب جونين تاني. انت على الاقل اخطف جون تاني وبعد كده اخطف التالت وريح براحتك. هم مش هيجيبوا فيك جونين. هو لو خطف جون هيموت عليه، هيترص 11 ورا، الموضوع انتهى. يا كابتن معتمد لازم تدي تعليمات للعيبه بتاعتك، اطلع يا باشا قدام هاجم. دفاعهم هلهوله والله. الواد الافريقي اللي عندهم اللي عمل ضربه الجزاء ده من اول الماتش اللي فات هو هلهوله. استغل الحته دي واستغل الاخطاء الدفاعيه بتاعتهم دي وكمل. جون تاني بالله عليكم يا جدعان. الجمهور ده ما ينفعش يروح زعلان. ما ينفعش يروح زعلان. احنا النهارده عايزين القاهره تبقى بيضه. نتقابل بعد الماتش فيديو ان شاء الله نرجع فيه اليوتيوب تاني. نتقابل بعد الماتش. سلام.